أهلا بيكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد ال40. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن اتيكيت الشات على الفيسبوك. في إحدى صديقاتي العزيزات طلبت مني أني أعمل حلقة عن اتيكيت الشات على الواتساب. طبعا كلنا بنستخدم الواتساب وكلنا موجودين أكيد في جروبات عليه، لكن للأسف كتير مننا ما يعرفوش إن في اتيكيت للمحادثة أو الشات عبر الواتساب. ولحبيبتي اللي سألتني هو واتساب ولا واتساب، هو واتساب، واب هنا اختصار كلمة application اللي هي APP. واتساب دي اللي بيستخدمها الامريكان عشان يقولوا ازيك او عامل ايه او ايه الاخبار، مش هي دي، لا بتاعتنا احنا الابليكيشن ده اسمه واتساب. نرجع تاني لاتيكيت الشات او المحادثة عبر الواتساب. في البداية احب اقول لحضراتكم ان مجموعات الواتساب ليها انواع، والكل نوع طريقة في الحوار، والكل نوع اتيكيت. يعني في مثلا مجموعات العائلة، وفي مجموعات العمل، وفي مجموعات الأصدقاء، وفي كمان مجموعات أولياء الأمور. نيجي لأول واحدة وأهمهم الحقيقة من وجهة نظري هي مجموعات العائلة، وللأسف بقت بتعمل وبتتسبب في كتير من المشاكل. مجموعات العائلة دي بيبقى فيها كل العيلة، وطبعا العيلة دي ليها أعمار مختلفة، يعني في ناس كبيرة في السن وفي ناس صغيرة، كل دول بيبقوا موجودين في مجموعات العائلة. وعلشان كده دايما لما نتكلم في مجموعات العائلات لازم نحافظ على آداب الحوار جدا، ولازم نراعي ان في ناس اكبر مننا سنا، فما ينفعش نتكلم في هذه المجموعات زي ما بنتكلم مع اصدقائنا. ما ينفعش كمان نبعت فيها النكت او الصور اللي بنبعتها لاصدقائنا. فمجموعات العائلات دي عادة بتبقى معمولة لصلة الرحم، وعلشان نسأل على بعض، وعلشان كمان نتشارك المناسبات اللي بتجمعنا كلنا، نتشارك صورها ويشوفها اللي ما حضرهاش مننا، ونتبادل هذه الصور لو كنا تصورنا، لأن دلوقتي كلنا بنتصور بتليفوناتنا المحمولة أو موبايلاتنا، فبنتبادل الصور الخاصة بالعائلة على هذه الجروبات وبنسأل على بعض فيها، وبتبقى مخصصة لصلة الرحم. نيجي للنوع التاني، وهو النوع اللي بيبقى خفيف وبيبقى مقرب لقلوب معظمنا، وهو جروبات الأصدقاء. في جروبات الأصدقاء طالما احنا أصدقاء وأصدقاء مقربين تقريبا، يعني كل شيء بتقبله هذه المجموعة من الأصدقاء مباح. يعني مباح ان احنا نسأل على بعض، مباح ان احنا نهزر، مباح ان احنا نبعت لبعض الصور. هذا العدد اللي موجود في الجروب من الأصدقاء بيسمح بتداولها بينا. ممكن نبعت نكت، ممكن نصبح على بعض، نمسي على بعض، ممكن نحط مواعيد اللقاءات اللي هنتقابل فيها كلنا. كل شيء مباح في مجموعات الأصدقاء. النوع الثالث من أنواع الجروبات الواتساب هو نوع جروبات العمل. جروبات العمل بقى ما ينفعش نقعد نكتب فيها صباح الخير وصباح النور وجمعة مباركة وطابت جمعتكم بكل الخير، وما ينفعش نقعد نعمل فيها فورورد لكل الرسائل اللي بتجيلنا، لأن ده بيضايق الناس. جروبات العمل مخصصة لأخبار العمل فقط، مش مخصصة خالص لأننا نقعد نصبح ونمسي ونرحب بالناس ونعيد عليهم، لا، دي ليها جروبات تانية اجتماعية. لكن جروبات العمل خاصة لكل ما يخص العمل فقط،
ومش من الاتيكيت ابدا ان احنا نحط فيها صباح الخير ومساء الخير وازيكم كل سنه وانتم طيبين. الحاجات دي كلها غير مسموح بيها اطلاقا في مجموعات او جروبات العمل التي تخص العمل فقط، وليست مجموعه اجتماعيه تخص زملاء العمل، لان ده برضو نوع تاني هو خاص بالعمل ولكنه خاص بالانشطه الاجتماعيه. يعني نهني بعض، نصبح على بعض، نسأل على بعض، حد من زمايلنا ابنه نجح نهنيه، وهكذا في كل المناسبات الاجتماعية. النوع الرابع والأخير من أنواع الجروبات هو جروبات أولياء الأمور. جروبات أولياء الأمور بيكون معظم أو يعني كثير من الناس اللي موجودين فيها ما يعرفوش بعض، ودي بتبقى خاصة بأولياء أمور الطلبة أو الطالبات اللي موجودين يا في نفس الفصل يا في نفس المدرسة. في الجروبات دي برضو ما ينفعش نقول صباح الخير وصباح النور وعيد سعيد، لا ده مش جروب اجتماعي، ده جروب خاص بأخبار المدرسة أو أخبار الفصل اللي احنا ولادنا فيه. في برضو جروبات ودي بعتبرها برضو تبع جروبات العمل، بتبقى خاصة بكومباوند أو بحي سكني ما في كل الملاك في هذا الحي، وبرضو دي ما يصحش خالص ان انا اقعد اشير فيها صور خاصة او اشير فيها حاجات لا تخص هؤلاء الملاك. برضو بتكلم فيها بس عن اخبار هذا التجمع السكني، سواء كومباوند سواء عمارة سواء ايا كان التجمع السكني، بتكلم بس عن اخبار هذا التجمع السكني. في بقى قواعد عامة للاتيكيت في كل الجروبات دي. اولها واهمها ان انا ما ينفعش اطلاقا اضيف حد في اي جروب او اي مجموعة من المجموعات اللي موجودة على الواتساب بدون استئذانه، خصوصا اني بضيف هذا الشخص برقم تليفونه، لان الواتساب بينزل على رقم التليفون زي ما كل حضراتكم عارفين. فاحتراما لخصوصية هذا الشخص ما ينفعش اضيفه بدون استئذانه، حتى لو كان زميلي في العمل او ولي امر او whatever او ايا كان هو ايه بالنسبة لي وانا شايفة ان في اهمية لاضافته لازم استأذنه. تاني حاجة ودي برضو قاعدة عامة في كل الجروبات او المجموعات بتاعة الواتساب، لازم نراعي الخصوصية. يعني لو حد باعت رسالة سواء كانت مكتوبة او صوتية ما ينفعش اعمل لها فورورد او بمعنى يعني امررها على ناس تانيين او على جروبات تانية او مجموعات تانية، لا بتبقى موجودة جوه الجروب ده الا بقى لو استأذنت هذا الشخص. كمان لا انصح بوضع صور شخصية الا زي ما قلنا في جروبات العائلات، وطبعا دي الصور دي برضو ما اقعدش طول النهار اتصور واحط لهم صوري الشخصية، لا بتبقى برضو ليها علاقة بمناسبة اجتماعية او حاجة حضرناها. الصور الشخصية لا توضع الا في مكانها وفي محلها، ما ينفعش اقعد طول النهار احط للناس اخباري الشخصية ولا صوري الشخصية. برضو علشان ادخل الجروب لازم احيي الناس اللي موجودين، يعني اقول لهم مساء الخير او صباح الخير او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او حسب التحية اللي انا بقولها. وانا خارجة ما ينفعش اخرج من المحادثة اللي انا بتكلم فيها غير برضو لما استأذن. طب لو عايزة اخرج خالص دي فيها حالتين، في حالة لو هم اضافوني بدون ارادتي من حقي ان انا اخرج بدون ابداء الاسباب، لكن لو انا كنت في جروب وعايزة اخرج منه وانا داخلة فيه بارادتي لازم ابدي سبب خروجي، حتى لو مش عايزة اقول السبب الرئيسي او انا اتضايقت من حاجة حصلت في الجروب، بقول سبب يعني يكون فيه شيء من المجاملة، يعني اقول لهم معلش انا اسفة او انا اسف ظروف شغلي لا تسمح باني اتواجد معاكم في المجموعة دي او في الجروب ده. ونحاول بقدر الامكان كمان ما نحطش مقاطع فيديو تكون طويلة او كتير،
يعني حتى في جروبات الأصدقاء، لأن محدش بيتفرج على مقاطع الفيديو الطويلة وده ممكن يضايق الناس. كمان الرسائل اللي هي بتبقى ارسلها لعدد من أصدقائك وإلا هيحصل لك كذا وكذا، دي طبعا مش من الاتيكيت اطلاقا، ومش من اللائق ان انا احطها على جروبات الواتساب او مجموعات الواتساب. الرسائل كمان اللي دايما ادخل على هذا الرابط وهتكسب سيارة او هتربح جهاز ما او هتربح رحلة لمكان ما، دي معظمها بيكون فيروسات. فمن غير اللائق ومش من الاتيكيت اطلاقا ان انا احطها او حتى ادوس عليها، لان انا بمجرد ما بدوس على الرابط او اللينك ده بتتبعت تلقائيا لكل المجموعات اللي انا مشتركة فيها. طبعا برضو مش من الاتيكيت او مش من اللائق ان انا لما اجي اتكلم في الجروبات دي، لو بتكلم بلغة اجنبية، اني استخدم الحروف الكبيرة او الكابيتال، لان ده بيعتبر كأني بزعق لهم او بصرخ فيهم. لا، اللي بيكتب بحروف اجنبية يكتب حروف سمول دايما. كمان مش من اللائق ومش من الاتيكيت اني اتكلم باللغة اللي بيتقال عليها فرانكو، لان في كتير من الناس ما بتحبهاش، وحتى لو كانوا بيفهموها ما بيحبذوش او ما بيحبوش يستخدموها. وفي ناس كتير منهم انا شخصيا لا افهم ولا احب ولا اجيد استخدام الفرانكو. فهنتكلم بلغة الجروب سواء عربي او انجليزي او ايا كانت اللغة اللي اعضاء الجروب ده بيتكلموا بيها. برضو من غير اللائق ان انا استعرض على الناس، يعني ما ينفعش برضو هم يكونوا بيتكلموا عربي فانا اتكلم بقى بلغة اجنبية على سبيل هي انا بعرف اتكلم لغة اجنبية. ده مش مظبوط خالص ومش من الاتيكيت. زي ما قلنا هحيي وانا داخلة وهستأذن وانا ماشية، ولما اجي اطلع من الجروب برضو هقول عذر، ده قلناه قبل كده. تقريبا احنا كده قلنا معظم الحاجات اللي بتمثل اهم قواعد اتيكيت او اخلاقيات او اداب جروبات او مجموعات او الحديث عموما على الواتساب. شكرا لكل حضراتكم، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد 40. وقبل ما تمشوا برضو هفكر حضراتكم اذا عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا له لايك وشير، وما تنسوش تدوسوا على الكلمة اللي مكتوبة تحت الفيديو باللون الاحمر، كلمة سبسكرايب او اشتراك، علشان تشتركوا في القناة ويوصل حضراتكم كل جديد. وكمان تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمة في اي وقت، وان شاء الله اشوف حضراتكم في فيديو جديد.